النهارده قررنا ناخدكم معانا في يومنا الجميل، الروتين بتاعنا اليومي. اليوم بتاعنا بيبدا ازاي؟ انا بالنسبه لي اليوم بيبدا الساعه 5:30. النهارده كمان انا صاحيه متاخر، فالمفروض انا ابدا اعمل اللانش بوكسات، فانا هعملها سوا. قريت الصبح البانيه، قررت اعمل لهم سندوتشات بانيه. فهنجيب العيش، تمام، نقطع التفاح ده كده مالك اهي، وده كده ادم. نغسل الجوافه بتاعتنا، نشفها كويس، ونعمل ايه؟ نشيل البذر من عليها من جواها عشان برضو الموضوع يبقى سهل بالنسبه لهم عشان ياكلوا في السريع. نشيل البذر كده بالمعلقه، شكرا. ادي واحده، دي اول مرحله خلصناها بتاعه الفاكهه. تاني مرحله السندوتشات، البانيه بتاعنا الجميل اللي انا اصلا قليت امبارح بالليل عشان ما فيش احسن من الاكل البيتي جميل. شايفين الحلاوه؟ دوبك على قد الفينو الصغير. نلف كل ساندوتش منديل كده عشان ما يوسخوش نفسهم. هذه اول لانش بوكس خلصت، نقفلها. طبعا انا كنت كمان بعمل من الميه ازايز الولاد. ادي ادم، ادي مالك، حلو قوي الكلام ده. دلوقتي هاخدكم معايا نروح نصحي الولاد. كده خلصنا كل حاجه، يلا بينا نصحي مالك وادم دلوقتي. مالك، ادم نايمين خالص. مالك يا دودو حبيبي، صباح الخير. شايفين طبعا، ولا حتى بكنابل. انا لبست وجاست. مش عارف مدارس ايه دي، الواحد مكتوب عليه الشقة والله. ايوه انا صحيته، نوح لسه نايم. الواحد يشتغل يتعب، اجازة يتعب، خلاص انا كبرت، انا الحوارات دي كبر. امال بعد كام سنه هنعمل ايه؟ يلا يا عمرو، يلا يا عمرو، اتاخرنا. مش عارفه اقول ايه والله، انا لبست في ثانيه اهو. دودو الجميل بيصلي، ومالك كمان بيتوضى ويصلي، وهنصلي في خلال 3 دقايق بالظبط. المفروض نبقى تحت في العربيه، فاحنا ننجز كده في السريع ونركب العربيه. يلا يا مالك، مش شايفينه قدامهم اصلا. يلا يا بيه، يلا يا بيه، يلا. يلا بينا. احب اقول لكم يا جماعة بس حاجة واحدة بس، ما تستعجلوش على الجواز. حبايب قلبي نقول هاي. مش شايفين اصلا ولا انا شايف. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. متأخرين. صباح الفل، متأخرين جدا صباح جدا. الخير يوم اجازتي. صباح الخير يا ولاد، صحيتوا؟ لسه الحمد لله. 10 جنيه كنت بروح المدرسة بربع جنيه. اوبا، هنخش بقى هنخيش. عاملين لنا سندوتش، عملوا لنا سندوتش. السواقة في مصر. طيب احنا هنحاول نركز في الطريق عشان ما نخيش. ان شاء الله خير. دي ليه واقفه مبدئيا؟ بس ده سؤال انا قلقان منه. دي ليه واقفه؟ انا دلوقتي يا جماعه بتكلم في نقطه ايه؟ ليه انت شايفه ان انا مش عايز اسفرك؟ بالعكس انا عايز اسافر معاك انبسط، بس الحياه صعبه، الشغل، الدنيا. شوف انا بتكلم في ايه وانت بتلعبي في ايه. ده دليل برضو ان ايه، هنا في ملوخيه.
طريق كويس. طريق عين السخنه زي ما انتم شايفين كده. احنا يا عيني العيال كل يوم بتسافر. يا لهوي بص الباصات بتبقى ماشيه ازاي. خوف برضه تخوف. ادينا وصلنا ادينا وصلنا ادينا وصلنا. يلا يا ولاد يلا يا ولاد فوقوا يا ولاد. وصلنا المدرسه 7:30. زي ما انتم شايفين كده. اصلا مفيش حد بره عشان احنا يا دوبك متاخرين. بس يلا عادي على الميعاد يعني. يلا يا ولاد تنزلوا. يلا يلا الحزام. مفيش لابسين. الحمد لله وصلنا بالسلامة المدرسة. تقريبا احنا طب احنا لو عايزين ننزل ده بينزل حتى كنا ننزلهم هنا. خلاص احنا هننزل الولاد. احنا دخلنا الولاد هوريكم بس طبعا مش هشوفهم. انا بركن يا ولاد. هما جوه في التمرين الصباح. وادينا رايحة على المدرسة. هنروح نستلم الكتب. الولاد خلاص خلصوا طابور ودخلوا جوه، واحنا هنخش بقى نستلم الكتب بتاعتهم. قالوا لي ان اصلا كتيره جدا وهتبقى تقيله جدا، عشان كده قلنا نيجي ناخدها احنا عشان ما تبقاش تقيله عليهم. عمر بس يجي ونخش جوه. تمام احنا نخش نجيب الكتب. خلاص الولاد خلصوا الطابور واحنا رايحين نستلم الكتب بتاعتهم عشان تقيله قوي بدل ما يرجعوا بيها. ايوه. في حد كان بيسالنا على العنوان بس طبعا احنا مش عارفين اي حاجه. احنا وصلنا المدرسه نخش نستلم الكتب عشان انا نسيت نسيت ايه؟ الشنطه بتاعتي. تجيب حاجه؟ لا طبعا عادي عادي. وادينا استلمنا الكتب. يا جماعه بجد كتب تقيله جدا 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 عشان تعمل الباي والتراي. يلا حرام. عاش. واخيرا خلصنا. اخيرا هنروح ننام بقى على طول. ودلوقتي ننام. هنروح ننام. قبل ما ننام دلوقتي عموره هيفطرني. واخيرا وصلنا. اخيرا وصلنا. عمرو رضي عني. لا هيرش. ليه في ايه؟ انا ارش باريسول يا جماعه عمرو ما تعرفش تجيب عمرو زيها. عنده مشكله اما بيجي يرش ما بيطلعش. هي خلصت. يا حبيبي طلع افتح. والله اخنقك هنا اخنقك. وادينا وصلنا بريوش دوري. هنقعد جوه ولا بره؟ تعالي ندخل جوه ونشوف الدنيا ايه. شايفين يا جماعه شويه كرواسون. مش عايزه اقول لكم على الجمال. متحمسه جدا جدا جدا. بريوش دوري. تمام عمرو. بره ولا جوه؟ لا هقعد قاعد هناك عشان اعرف اقعد. طيب لا طالما هنقعد مش على ترابيزه 4 بس. شكرا. اجي لحد كرسي الجبنه دلوقتي. هنشرب بس نشوف هناخد معاها ايه درينك تشربي ايه معاها الاول؟ طيب اما نشوف المنيو. طب المنيو ايه ده؟ مش عايزه اكل. هاخد كرواسون وهشرب كابوتشو بس. كابوتشو. ممكن برضه ابص على المنيو سلم عليه يعني. هنا يا جماعه داليا بتختار اغلى حاجه في المنيو عشان تعاقبني تقريبا. سموك سالمون. داليا ايه ده؟ سموك سالمون. سموك سالمون بجد احنا جايين ناخد كرواسون يا حبيبتي، حاجه خفيفه. المكان ده مكان بيعمل كرواسون واكل فطار ايطالي وطعمه حلو قوي. اسمه بريوش دوري. هو في الداون تاون في التجمع. و شايفين يا جماعه انا متحمل ايه؟ ما تستعجلوش على الجواز. تدا الكرواسون جت. عموره هتفطر ولا مستنيه كابوتشينو بس؟ بس هو ده اللي انت بايدك. امال بيه؟ مش جوه السكينه؟ لا بجد لو اي حد ايطالي بص عليك هيضحك.
مفيش حاجه اسمها كرواسون بالشوكه والسكينه، دي عامله زي البيتزا يعني. ايه ده؟ يعني قلب قلب لحد بكره الصبح، ما بيخلصش ده. سامع صوت الجيتار. هي الترابيزه هتقع علينا. يلا يا عمرو بالهنا والشفا، انا هاكل عشان الحاجات اوعى يكون سكر. ليبرتي كاليتي ادوري ادار. ايه ده؟ مكتوب ايه؟ ليبرتي كاليتي ادار. حلو. انا بحب الكابتشينو بتاعهم، جميل جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم. بجد يا جماعه مكان حلو عشان تقولي شكرا يا عمور على لبن العصفور. ماشي يا شيخ. نشوف داليا وهي بتاكل. بصوا يا جماعه، بالنسبه للكراسو اديله بجد 10 من 10. كابتشينو اديله 10 من 10. يا جماعه ما تستغربوش اللي بتعمله داليا. يا داليا يعني كانت عايشه في ايطاليا، فهي اكيد مش بيئه باللي هي بتعمله ده. يا سلام يا دودي، والله يعني بصي معادك في مكان لذيذ. يا حبيبي المكان الصبح احلى حاجه، الصبح الهدوء. يا الله على الهدوء، خضره، مفيش دوشه خالص، وتحس ان الناس رايقه وانت رايق والدنيا حلوه. بس المشكله بقى دلوقتي في حاجه، هتغديني ايه؟ انت اللي هتغدينا. انت فاكره انت هتروحي تنامي؟ هتروحي تطبخي بجد؟ لا، تعملي لنا غدا. ربنا يستر بقى، انا مش قادره طب اصلا. نعمل ايه؟ قولوا لي يا جماعه نعمل ما ايه؟ ينفعش والله، ما ينفعش. اليوم المفروض طالما خارجين فيه، دي الحياه الزوجيه. ايوه، لا لازم يكون في فاصل. بتاع ده كبير جدا، بقى لنا 3 ساعات عمالين نشرب فيه، بس جامد قوي حله. يعني. انا قلت له ناخده البيت، بس ما رضاش، مش عارفه ليه. ايه يا حبيبتي؟ ناخد البواقي تيك اواي، احطه في كوبايه. في حد بياخد باقي كابتشينو تيك اواي؟ نطلبه ممكن تيك اواي عشان ممكن في وقت نتحرك، ممكن نقول لهم كده بعد كده لو جينا تاني اصلا. واخيرا راجعين. اخيرا خلاص راجعين الى السرير. والله يا جماعه انا مطبقه حرفيا، والساعه 11 الصبح، والولاد هيجوا الساعه 3 ولازم يكون في اكل. فالمفروض ان انا اصحى الساعه 1. يعني انا قبل ما اوصل البيت 11 12. لا انا اريحك ونجيب حاجه من بره. هنجيب ايه؟ طب من بره حتى هتفكر بس فيها. حرام. هنجيب بقى، ندفع فلوس على حاجه بجد الولاد مش هينبسطوا بيها. الحياه بقت صعبه يا جماعه والله. اعملي لنا شويه محشي كده، حاجه خفيفه عشان ما تتعبيش. فاهمه. سلطه مكرونه بشاميل. شكرا بجد، اشكرك. ورز معمر. اشكرك. ايه كمان؟ محشي. اديني كمان بطه وكمان. بالبرتقال. اديني. اديله ادي. انا مش قادره خلاص. طب نعمل ايه يا جماعه؟ يعني الحمد لله على كل شيء. احنا بس هو النهارده كان يوم كتب ومدرسه. يوم كتب النهارده فعلا، والحمد لله عملنا حاجه مهمه خلصنا فيها. لسه وراهي. عايز اقول لكم يا جماعه الكتب بجد كتير قوي يعني، فالله يعين الولاد. مالك بالذات الكتب تقيله جدا، وفي ايام بيبقى كل المواد فيها انا مش عارفه اشيلها على ظهره ازاي. بجد صعبه جدا جدا جدا. ده يكون في عونه والله. عايزه احاول الاقي حل للموضوع ده. فيلا عموما خلاص اليوم خلص وهنروح البيتوت. وريكو كنتوا معانا في الروتين بتاعنا يوم المدرسه. يوم صعب يا جماعه. لسه في الايام اللي جايه في مشاوير كتير. هو روتين ممل يعني. انا نكتب كده في العنوان بتاع الفيديو روتين ممل ليومنا. وكده يا جماعه يبقى خلصنا الروتين اليومي بتاعنا الممل جدا. لا يا جماعه، بس هو النهارده كان يوم كتب وكده، فاحنا قلنا نشارككم الموضوع. الله يعين العيال، والله يعين عيالكم اللي متجوز يعني، والله يعين اللي هيتجوز. سلام. تمام. اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك، ولو عندكم اي افكار جديده اكتبوا لنا في الكومنت. لو عايزين تشوفوا اي حاجه اي حاجه كويسه مننا تاني اكتبوا برضه في الكومنتات. بنحبكم جدا جدا جدا، وتابعوا اللي جاي عشان اللي جاي دمار، عشان هيكون بالنهار. سلام. انا